السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شوية مخبوزات حلوة كده للشاي ولقعدة الشاي العصاري بقى، ولولادنا كمان مع اللبن. وطريقة بسيطة جدا بعجينة الرايب الجميلة اللي بتدخل في جميع المخبوزات. وهنا كمان هنعمل مع بعض صينية جميلة كده في وصفة البطاطس بالفراخ السريعة، جميلة وخفيفة وحلوة قوي وهتعجبك ان شاء الله. يلا تابعونا ونبدأ في اول وصفة النهاردة بقى. بإذن الله اول وصفة معايا هي وصفة اللي هنعملها بعجينة الرايب. وانا سميتها عجينة الرايب علشان هي فيها اللبن الرايب، اللي بيبقى دايما اقول لكم السر الاساسي لهشاشة المخبوزات هو اللبن الرايب. هنا بقى معايا هنعمل هننخل الدقيق، وانا هنا استخدمت كيلو دقيق على كيس دريم اللي هو خميرة الفورية، وشوية من السمسم كده الابيض. عايزة تخليه محمص براحتك، انا بفضل الابيض. ونص كيس من البيكنج باودر ونص معلقة من الملح، واقلب قلب كده. وبعد كده 3 معالق من السكر صغيرين. وبعد كده كمان الكيلو خد معايا تقريبا كوبايتين من السمنة. يا جماعة دي اول كوباية انا حطيتها وهبس كده، وبعد كده انا حطيت واحدة تانية. وبعد كده حطيت شوية من تقريبا نص من يعني ازازة الرايب وكوباية من اللبن العادي. وريحة الكحك كانت عندي استخدمت مية الورد وحطيت شوية كده. عجنتهم طبعا، وحطيت شوية مية من دافية. وبعدين رجعت تاني حطيت شوية من اللبن الرايب زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما تحسيها كده لينة قوي كده وتمسك في ايدك التماسك اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبعدين شوية زيت كده ولميت العجينة وبقت عندي زي ما انتوا شايفين حبايبي كده. بعد كده هنشوف دلوقتي بقى انا استخدمت يعني خدت العجينة دي عملت بيها 3 اشكال. اول حاجة جبت القطاعة دي زي ما انتوا شايفين كده، وخدت اكبر يعني اكبر حاجة فيها، اكبر دايرة كده. وهي دي اللي انا قلت ايه هقطع بيها جزء من العجينة. تمام. وهنشوف دلوقتي انا قطعتها ازاي. وهقول لكم 3 افكار يعني. وانا كمان قطعت ببصامة البرجر، وهقول لكم على ملحوظة وانا بقطع بالبصامة دي. وكمان عملت شكل تالت بهرسة البطاطس. تمام. وانا شغالة كده بقعد احب افنن يعني، ما فيش مشكلة يعني. تقعدي بقى كده تحاولي تعملي افكار جديدة، وفي حاجات بتنجح في حاجات لا. وجبت الكوباية كده برضو، عملت برضو حجم تاني من القرص كده زي ما انتوا شايفين كده، او نسميها القراقيش، بس دي يعني ايه طرية مش الناشفة. الحاجة اللي بتعمل باللبن الرايب بتبقى ايه؟ بتطلع طرية. عايزاها بقى يعني تبقى شوية فيها كسرة كده او ناشفة شوية. استخدمي اللبن العادي بس. بصوا بقى، واستخدمت زي ما انتم شايفين هرست البطاطس. وعايزه اقول لكم حاجه بقى، الحاجه اللي فيها العجينه اللي فيها الخميره لما تيجي تعمليها اشكال وتخمر الشكل بيروح، معظم الاشكال بتروح. يعني انا لما عملت هراسه البطاطس قدامكم لما جت خمرت وكده واتنفخت ما بقتش يعني ايه الهراسه ما بقتش موجوده، الشكل ما بقاش موجود. تمام. فعشان كده اي حاجة بتستخدموها في الموضوع بتاع انك انت يعني يكون العجينة فيها خميرة فورية، فاعرفي ان ايه الاشكال مش هتبقى بارزة. لكن الحاجات دي بتبقى بقى ايه ممكن تعمليها بقى في عجينة البسكوت اللي ميبقاش فيها خميرة مثلا. هي دي الحاجات اللي تفضل معاكي. بصوا اول شكل ده اللي انا عملته ما شاء الله طالعه طريه وجميله ازاي. ممكن تحشيها جبنه، ممكن تحشيها شوكولاته اللي انت عايزاه. ودي عايزه اقول لكم بقى طريه وجميله خالص. دي كانت اللي هي القطاعه الاولانيه.
ودول انا عملت الكبار دول كانوا ببصمة البرجر، والمتوسطة كانت بالكوباية. دي الصغننة اللي عملناها اول واحدة مع بعض، اللي هي ايه، القطاع اللي انا فتحتها كان فيها مقاسات وخدت اكبر مقاس فيها. بصوا بقى حبايبي، احنا دلوقتي هنعمل الوصفة التانية بتاع اللي معانا بقى، اللي هي البطاطس بالفراخ السريعة. قطعت البطاطس كده وعملتها، وكمان يعني حطيت بقى قطعت معاها البصل وشوية ملح كده، وكمان فلفل اسود. تمام. وكمان هحط كزبرة، معلقة من الكزبرة، وهحط كنت بشرة فصين 3 توم كده، وحطيت بقى كمان معلقة كركم تدي لون وطعم حلو جدا. وبعد كده بقى ايه، خلطتهم كده ببعض. تمام، قلبتهم كده مع البطاطس والبصل، ومعلقة كده صغيرة منكترش من السمنة علشان دهون الفراخ. مش محتاجة الوصفة دي انك تدخلي دهون كتير مصنعة، لا زيت ولا سمنة، يعني معلقة كفاية صغيرة. وهنا بقى ده بقى الخلطة اللي انا هحشي بيها جلد الفراخ. تمام، هتشوفوا دلوقتي اللي هو المكان اللي ما بين اللحم او العظم الجلد ده مهم جدا لما بيتحشي يا جماعه، بيدي طعم تاني خالص. طبعا ايه، قطعت البصل زي ما انتم شايفين، وحطيت الملح والفلفل الاسود برضو، وشويه من الجنزبيل لو يعني موجود وتواجد عندك او كده، وشويه برضو من الكركم. وحشيت بيهم زي ما انتم شايفين كده، بيدي طعم وتست تاني خالص. زي ما انتوا حبايبي شايفين انا هنا جبت الليمون. الليمون حلو جدا برضو، بيضيع الزفارة بتاعت الفراخ. ويستحسن تكوني نقع الفراخ في شوية مية بخل كده قبليها بنص ساعة ولا حاجة، عشان برضو موضوع الزفارة ده. وقسمتهم كده وحطيتهم، انا هحطهم زي ما انتوا شايفين كده في الصينية. وبعد كده يعني اول ما يدي لون معايا وتستوي البطاطس، هروح ايه، قافله الفرن من تحت، وهفتح الشواية وهعدل الفراخ على وشها بقى، الجلد كده يبقى ظاهر من فوق علشان تاخد بقى اللون. وحطيت شوية مية كده. تمام، ودخلتها الفرن وعلى درجة حرارة 260. وزي ما انتم شايفين كده خدت لونين من الجهتين. وبألف هنا وشفا ليكوا أحبابي، وعايزة إن شاء الله تجربوها وتقولولي رأيكم إيه. سلام.